توقفنا في الحلقة الماضية عند دعاء الذهاب إلى المسجد، ونستكمل ببركة الله في هذه الحلقة سنن الصلاة في المسجد على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قدم قدمه اليمنى وقال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم يصلي ركعتين تحية المسجد. وهنا نتحدث عما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. سنة الفجر الراتبة ركعتان، ومن الأفضل أن تؤدى في البيت للرجل، وإن أداها في المسجد فلا بأس. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الآيات أو السورتين، وهذا هو الأفضل، ولا حرج إن قرأ المسلم بغيرهما. ونلاحظ أنه في الحالتين كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بسور أو آيات تتعلق بالإخلاص لله والإيمان بتوحيده والبراءة من عبادة ما سواه. أما عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقد كان يقرأ في الفجر بنحو 60 إلى 100 آية، ويجهر فيها بالقراءة، ويطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، وهذا لأن قرآن الفجر مشهود، وأيضا لأنها تكون عقب نوم والناس مستريحون لم ينشغلوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا. ختاما، لا تنسوا أن تتابعونا في الحلقة القادمة، حيث سنتأمل معا في أذكار الصباح المباركة، ونستفيد من صلاة الضحى التي كان يحرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمتم في رعاية الله وحفظه.